أكد منذ قليل لويس دي لافوينتي مدرب لا روكا أن اللاعب براهيم دياز يريد حمل قميص المنتخب الإسباني، نافيا بذلك الشائعات التي ترددت في الأشهر الأخيرة بشأن إمكانية تمثيله المنتخب المغربي. وخلال حضوره حفل قرعة كأس أوروبا 2024 سئل دي لافوينتي عن دياز، وقال أنه يعلم بأن دياز يريد اللعب لإسبانيا، وأضاف أنه يعرف بأن إبراهيم يريد تمثيل لا روخا، وأن الأمر لا يتعلق بما إذا كان سيوجه له الدعوة أم لا. كما أكد بأن تمثيل المنتخب الإسباني تعود للاعب نفسه سواء تم استدعاؤه أم لا. وأصبح براهيم دياز في الفترة الأخيرة يشارك مع فريقه ريال مدريد بشكل منتظم، كما استطاع يوم أمس السبت أن يسجل الهدف الأول للريال في الدوري الإسباني. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.